العاب عمري ما لعبتها الجزء الثالث. طبعا يعني انا هعمل نفسي ان انا دي شخصيه جامده جدا فهتفاجئ. يا نهار ابيض، هنا نيفي اتش كيو رير ادميرال. يا نهار ابيض، دي من افشخ الشخصيات اللي في البتاع. هقول ايه في الشخصيات دي قوي من وجهة نظري انا يعني، وانت قول لي بقى اللي انا اخترته ده صح ولا غلط. يعني انا هحاول افتي دلوقتي اقول ايه الشخصيات الكويسه. استعنا على الشقه بالله. مفيش احسن من ان انت تصحى كده الجو يبقى مغيم والشمس مش طالعه ومفيش اي نوع من انواع البهجه نهائي. يعني الجو فعلا جامد. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من السلسله بناء على طلب الجماهير، العاب عمري ما لعبتها الجزء الثالث. وفي الجزء ده احنا معانا باونتي رش. باونتي رش يا جدعان، يعني انا الصراحه كنت دايما شايفها لعبه مهزأه. يعني اكلمك بامانه، يعني انا دايما شايفها لعبه مهزأه وجرافيكس عبيطه، ويعني حاجه كده اللي هو ايه، حاجه كده حاولت تبقى فايتنج باس بس ما عرفتش، لان هي انا مش عارف ايه نزل قبل ايه، بس انا عارف ان اللعبه دي من 2015 تقريبا، وفايتنج باس برضو قديمه، بس متهيألي باونتي رش كانت قبل فايتنج باس. المهم انا هحاول ان انا ادي اللعبه دي فرصه بدون ما احكم عليها، ونشوف هل فعلا اللعبة دي تستحق يعني مطالب الجماهير دي ولا لا. يلا بينا. اللعبة دي يا شباب لما عرفت ان هي موجودة على ستيم، يعني قلبي كده رفرف طار من الفرحة. وبمجرد ما عرفت ان انت في موضوع سخيف كده انت محتاج انت تعمله عشان تعرف تربط ما بين الموبايل وما بين الستيم، لان الجواهر اللي عندك على الموبايل مش هي نفس الجواهر اللي عندك على ستيم. انا ما اعرفش مين ليه بيعملوا كده. يعني اللي عامل اللعبه دي ايه ده؟ يعني ايه ده؟ انت ايه يا جدع؟ انت لو عايز تحرق دم اللي بيلعب مش تعمل كده. فاضطريت اسفا ان انا العبها على ايميوليتر، يعني حاجه زي ال دي بلاير او الحاجات دي كلها، عشان اعرف اربطها بالموبايل. وانت ممكن تربطها بستيم، بس في نفس الوقت يعني في قصه كده. المهم يا جدعان خلينا نبدا. انا لسه في البدايه حرفيا، لسه ما عملتش اي حاجه. معايا 223 جوهره، عايزين نسكاوت اللي هو نسحب يعني باكجات بقى، تفجير باكجات وادي. هنفجر فين النهارده يا جدعان؟ معرفش ليه الناس بتقول تفجير باكجات، مالها السحب؟ السحبات اثرت معاك في ايه؟ المهم يا شباب احنا عندنا هنا المفروض اكتر حاجتين كويسين اللي انا اعرفه، يعني هو كوزان وسابو. طبعا يعني اتوقع ان سابو احسن من كوزان، فخلينا نبدا سحباتنا. خلينا اول نبدا سحباتنا الفري. المفروض في هنا عندنا 7 فري بولز. شوف يعني ممكن يطلع منهم حاجه كويسه وممكن لا، عادي يعني، فاهم؟ تفجير باكجات علاوي 2025. يلا بينا. متهيألي الاسود ده معناه ما طلعش حاجه، صح؟ اوكي زي ايزي. اللي بعده شفت سحبات بسيطه كده وفي الانجاز. حد يقول لي ايه ده يا جدعان؟ انا معايا منها واحده، انا مش فاهم ايه ده، يعني اكتب لي ده ايه عشان اعرف اسحب ولا لا. خلينا نسحب ال10 سحبات التانيين ونشوف هل هيطلع لنا حاجه، وهل هغير رايي في موضوع اللعبه دي ولا لا. خلينا نشوف دلوقتي. اوكي اسود برضو، مفيش احمر، صح؟ احنا ممكن نسكيب كده وما يبقاش فيه حاجه. حد بيعمل حاجه بالشخصيات دي يعني بجد؟ يعني حد فيكم بيستخدم اللي هي الشخصيات اللي في الاول دي، ولا هي موجوده شياكه كده؟ يعني انا حاسس ان محدش بقى بيستخدم الحاجات دي، صح؟ اكيد الحاجات الاوليه دي ملهاش لازمه. خلينا نخش بقى في المفيد. نخش في المفيد، ماشي. خلينا نبدا ونشوف. يا نهار ابيض، انا هبقى ناقصه معايا على جوهرتين. ده ايه السخف ده؟ ما علينا. خلينا نبدا نسحب الاستباب على سابو. بسم الله. المفروض يدينا 11 سحبه، صح؟ خلينا نشوف. بسم الله. اوكي اسحب يا عم لوفي. ماشي، تاني واحده فيها 5 ستار، صح؟ مش هنا اسمه 5 ستار؟ تمام. يطلع سابو بقى ونبقى يعني عظمه على عظمه. لا ده مش سابو. ماشي طبعا يعني انا هعمل نفسي ان انا دي شخصيه جامده جدا فهتفاجئ. يا نهار ابيض، هنا نيفي اتش كيو رير ادميرال. يا نهار ابيض، دي من افشخ الشخصيات اللي في البتاع. جامد. احنا كده ممكن في واحد كمان بس ما طلعش ده يا ترى. يا نهار ابيض، ما هذا؟ اكس دريك الترا رير. لا متهيألي اكس دريك كويس، صح؟ متهيألي اكس دريك كويس بجد، يعني مش استعباط يعني. ماشي اوكي. احنا لسه عندنا بولات تانية. لسه عندنا بولز تانية. خدنا اللي هو البتاعة دي ايا كان هي ايه. خلينا نبدأ تاني. يلا ستيب اب 2 لسابو. هل في اي حاجة بتقول ان هو طلع؟ الاحمر ده معناه ان في حاجة احمر، انا عارف، بس هل في طلع 2؟ ماشي
اوكي ماشي. سابو، هل هذا سابو يا شباب؟ انا ما اعرفش. اوه كوزان ده حلو صح؟ الترا رير صح ولا ايه؟ او مفرح او مفرح او مزغرط. كوزان يا جدعان. استنى. يا هلا يا هلا بالادميرال اللي ساب البحريه الجميل. ماشي اوكي تمام 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 تمام. لسه عندنا اخر علم. سابو بقى، سابو بقى صح ولا ايه؟ لوفي تارو. انا بجد مش ده حلو صح؟ انا حاسس ان الحاجات دي حلوه، انا حاسس والله اعلم. لوفي تارو المفروض حلو صح؟ كنت بلعب بيه في فايتنج باس يعني جامد المفروض. ماشي ماشي حلو حلو. انا متفائل، بس انا يعني انا برضو لسه مش فاهم حاجه، بس انا متفائل. خلينا نفضل نسحب برضو لحد لما يطلع لنا سابو ان شاء الله باذن الله. هيطلع لنا مسيرو صح؟ اوكي مفيش علم ايه اسود المره دي صح كده؟ دي ما فيهاش كده، دي ما فيهاش الى ان اخر واحده، اخر واحده خالص. بسم الله. ايه ده؟ دي قبل الاخيره طلعت احمر برضو. هو ولا لا؟ لا مين المعلم؟ انا ما اعرفش، انا ما اعرفكش. انت مين؟ ماشي انت بيقولوا عليك جامد. ماشي اوكي اوكي بسم الله. حاجه جامده دي ها. هو انا ايه ما شفتش اخر سيزون تقريبا صح؟ ما شفتش اخر 200 حلقه، فانا مش فاهم مين الناس دي. ايه يا وحش انت مين؟ انا بجد مش عارف. ما علينا يعني. اوكي بيقولوا ان هو رير. ماشي خلينا نسحب. سابو مش ناوي يطلع خلاص كده؟ سابو كده مش هيطلع ولا ايه يا شباب؟ ماشي. هو بيقول هنا مفيش ولا واحده من دي لونها احمر. هل ده حقيقي فعلا؟ اوه اخر واحده، اخر واحده. طب يا عم حلو. كانوا كاتبين 4 ستار جارانتيد. بيج ماما، اكيد ده حاجه جامده. بيج ماما يا شباب، بيج ماما طلع لنا. بيج ماما يا شباب. طب والله حلو ماشي اوكي. بس يعني انا كنت عايز سابو، اني اريد سابو. نعمل ايه طب في الموضوع ده؟ احنا عايزين جوهرتين حرفيا. معيش اي حاجه دلوقتي تكفي اجيب جوهرتين. لكن بص يمكن نلاقي جوهرتين مرميين في اي حته. ميشنز اكيد في من الميشنز حاجات صح؟ يا سلام جات لنا اهي، جات لنا الجوهر اللي احنا عايزينها. بس كده كده نسحب اخر ستيب اب اللي تقريبا مش ناوي يدينا سابو صح؟ مش ناوي. انا حاسس ان هو مش ناوي. بس البانر ده يعني حاسس ان هو طلع لي منه حاجات حلوه. يعني البانر احسن بانر انا سحبت عليه. لو الحاجات اللي طلعت دي كويسه فانا حاسس ان ده احسن بانر انا سحبت عليه قبل كده في اي لعبه. تعالوا نخلص دلوقتي اخر ستيب اب. هنا المفروض طلع لنا سابو. ده بعد اذنهم، ده بعد اذنهم. اسود برضو ماشي اوكي. بيقول ان اخر واحد احمر. مفيش واحد في النص. اوه في واحد في النص، في واحد في النص يا شباب. بسم الله. ماشي يعني ماشي. كوشيرو كوشيرو. اوكي اوكي اوكي. يطلع كده حد كده زياده كمان في النص كده، حد كده زياده كده. يا جدع يا جدع. يا ربي. انت طالعه لي انت وامك. ما طلعش يا جدعان. سابوا يا جدعان والله شيء حزين. يعني انا مش عارف دلوقتي اقوي مين. اقوي مين يا شباب؟ اقوي مين؟ هي بتطلع تتعاد تاني يعني؟ بقعد اعيده تاني؟ مفيش حاجه هنا عندنا مثلا ممكن نسحب عليها. ايه البول دي؟ one of these character. يعني بما ان كده كده هي مش يعني متهيألي التيكت دي ما نقدرش نعمل بيها حاجه صح؟ خلينا لغايه لما الناس تقول لك يا عم بدل ما تطلع التيكت دي حاجه مهمه وتطلع انت ايه في السكامونس خالص. عايزين نضيع البولات بتاعتنا يا عم علوه. الكاميرا قررت تزعل مني فجاه. هقول ايه في الشخصيات دي قوي من وجهة نظري انا يعني، وانت قول لي بقى اللي انا اخترته ده صح ولا غلط. يعني انا هحاول افتي دلوقتي اقول ايه الشخصيات الكويسه. ماشي. اول حاجه اتوقع اول حاجه شخصيه قويه في الشخصيات دي متهيألي بيج ماما صح؟ متهيألي بيج ماما من اقوى الشخصيات اللي انا يعني اللي هو سحبتها صح كده؟ بعديها على طول هو فين يا عم؟ انت يا راي اكس دريك تاني قوة بعد بيج ماما. تالت بقى حاجة قوة بعد بيج ماما هو لوفي تارو هو تالت أقوى حاجة من بعد بيج ماما. حلو. رابع حاجة ممكن المعلمة دي اللي هو هينا بتاعت البحرية. و انا في حد طلع لي انا ما اعرفوش اصلا. وممكن بعد لوفي تارو المعلم ده اوكي. واخر واحد اللي هو ده اللي انا ما اعرفش ده تبع ايه وبتاع مين، بس يعني هو ده الترتيب اللي انا اتوقع ان هو هيبقى الترتيب الصحيح للشخصيات اللي هي اقوى شخصيات المفروض اللي انا يعني اقويها او ان انا اعمل بيها حاجه يعني في اللعبه. فاكتب لي تحت في الكومنت مين من الشخصيات دي حلو، وهل التقييم اللي انا قلته ده الترتيب ده صح ولا انا
يعني في الفسكونيا خالص. وبس كده. لو عايزين اكمل السلسله دي، دعمكم هو اللي بيخليني ان انا اكمل والعب العاب انا ما جربتهاش قبل كده، واديها يعني فرصه، يمكن تطلع لعبه حلوه او ممكن تطلع انا كان عندي حق. وبس كده، شكرا ليكم.